في كل مرة تعتقد أن مصر قدمت للعالم كل كنوزها، تأتيك بمفاجأة جديدة تذكرك بأن أرض الحضارات لا تنضب أبدا. المرة دي كان المفاجأة حديث العالم، وصوت الإعجاب جاء من قلب الصحافة الأمريكية. جريدة نيويورك تايمز تشيد بعظمة المتحف المصري الكبير وتصفه بأنه يضاهي عظمة الأهرامات. لم تخفي الصحيفة انبهارها بهذا الصرح الضخم الذي انتظرته أعين مهتمين بالتاريخ والآثار حول العالم لسنوات. الكاتب المعروف ستيفن هيلتنر كتب مقال ممتلئ بالدهشة والانبهار، إذ وصف المتحف بأنه موقع شاهق في ضواحي القاهرة، بني بأحجار محلية مقطوعة بدقة وممتد على مدى عقود، ليصبح اليوم واحدا من أكبر المتاحف المنتظرة في العالم. ولأن هذا المتحف ليس مجرد مبنى يضم آثارا، بل مشروع ثقافي قومي حملته مصر عبر الأجيال. الصحيفة وصفت هذا المتحف بأنه وصية ثقافية جماعية، بل واعتبرته الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمحتوى والزخم التاريخي الذي يحمله بين جدرانه. المتحف المصري الكبير ليس فقط مكان لعرض الآثار، بل منصة تروي قصة شعب وحضارة وملوك صنعوا التاريخ وأبهروا العالم، وما زالوا وحتى الآن يفتح أبواب العالم ليكون الشاهد الجديد على أن مصر لا تزال في الصدارة عندما يتعلق الأمر بالعظمة والخلود. فهل آن الأوان أن نعيد اكتشاف تاريخنا بأنفسنا؟ تحياتي.